ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في بودكاست رحلة حب الذات، المكان اللي هنتكلم فيه عن حاجات يمكن محدش بيقولها بصوت عالي، عن نفسك اللي دايما بتحاولي ترضي الكل وتنسيها، عن تعبك اللي بتحسيه ومش بتعرفي توصفيه، عن الحب، بس مش حب حد ليكي، لأ، حبك انتي لنفسك. انا ندى، ودي اول حلقة لينا سوا، ويا رب تكون بداية جميلة لراحة تستاهليها وتستاهلها روحك. النهاردة عاوزة أتكلم معاكي عن حاجة يمكن تكوني سمعتيها كتير بس عمرك ما حسيتيها جوه قلبك. حب النفس هو البداية. في وسط الدنيا السريعة والصوت العالي والمسؤوليات اللي مش بتخلص، بيعدي يوم واتنين وشهر وسنة واحنا مش مركزين خالص مع نفسنا. بنصحى الصبح عشان نرضي الشغل، البيت، العيلة، الصحاب، بس فين وقتك؟ فين سؤالك البسيط لنفسك؟ انتي عاملة ايه؟ انتي بجد عاملة ايه؟ على فكرة، حب النفس مش رفاهية. في ناس بتقول يعني ايه احب نفسي؟ هو انا كده انانية؟ لكن الحقيقة حب النفس مش رفاهية ومش انانية. حب النفس هو الاساس اللي بيتبني عليه كل شيء تاني. لو انتي مش بتحبي نفسك هتسمحي لأي حد يقلل منك، هتتعلقي بناس مش مناسبين ليكي، وهتخافي تقولي لأ رغم انك متضايقة، وهتفضلي تحاولي ترضي الكل وتنسي نفسك. طب يعني ايه احب نفسي وازاي احب نفسي؟ خليني أقولك خطوات بسيطة، خطوات مش بتحتاج فلوس ولا مجهود خارق، بس بتحتاج صدق ونية، وإنك تبقي حنونة على قلبك. أول حاجة، لازم تسمعي لنفسك. اسألي نفسك كل يوم أنا حاسة بإيه دلوقتي، من غير ما تقطعي على نفسك، من غير ما تقولي عيب أزعل. مشاعرنا محتاجة تتسمع مش تتخبى. لازم تسمعي لنفسك كويس قوي وتحسي بمشاعرك وتشوفي انتي حاسة بإيه وتستجيبي ليه. تاني حاجة، لازم تسامحي نفسك. كلنا بنغلط، كلنا عملنا حاجات مش فخورين بيها، بس جلد الذات مش هيغير الماضي. سامحي نفسك وخدي الغلط كدرس مش كذنب أبدي. تالت حاجة، حدودك بتساوي احترامك. حطي حدود مع اللي بيستنزفك، سواء حد بيسخر من مشاعرك أو بيتكلم معاكي وقت ما يحب، بس ما تخليش حد على طول يتحكم هو فيكي. لازم تبقي راضية كل اللي حواليكي علشان انتي تحسي ان هما بيحبوكي ومبسوطين منك. لا، مش لازم خالص على فكرة. فكري انتي في نفسك، شوفي انتي ايه اللي بيريحك. مش شرط ان انتي عشان تكوني صداقات تروحي تسألي انتي على طول، كل مرة انتي اللي تسألي. اديهم كده اختبار مرة من المرات، شوفيهم هيسألوا عليكي ولا مش هيسألوا. ساعتها هتعرفي الصديق الحقيقي من الصديق اللي ما كانش اصلا صديق من البداية. رابع حاجة، احتفلي بنفسك. حتى لو انتي عاملة انجاز بسيط جدا، خلصتي مهمة، قاومتي يوم صعب، او حتى قعدتي ترتاحي شوية، كل دي حاجات تستاهل التقدير. مش لازم تستني حد يقدرك، انتي لازم تقدري نفسك. مش لازم تعملي انجاز كبير عالمي علشان تحبي نفسك. اقل حاجة بتقدري تنجزيها تستحقي ان انتي تشكري نفسك عليها. خامس حاجة، لازم تقللي السلبية، سواء من ناس أو محتوى أو حتى كلامك مع نفسك. عارفة الجملة اللي بنقولها واحنا بنهزر، أنا فاشلة، أنا غبية؟ العقل بيصدق الكلام اللي انتي بتقوليه. غيري لهجتك مع نفسك، خدي بالك من كلامك الداخلي، خدي بالك من إحساسك الداخلي. أي حاجة انتي بتفكري فيها على طول بتطلع قدامك في حياتك في الحقيقة. لازم تمدحي نفسك من جواكي، تبعدي عن اي طاقة سلبية. الناس السلبيين اللي بيقعدوا ينتقدوكي في اي حاجة انتي بتعمليها، ايه القرف اللي انتي بتعمليه ده؟ ايه ده انتي بتصوري فيديوهات؟ ايه ده؟ لا، في ناس كتير احسن منك، في مواضيع تقدري تتكلمي فيها احسن من اللي انتي بتتكلمي فيه ده. كتير اتقالي الكلام ده، ولو انا كنت سمعت للكلام بتاعهم كنت هفضل واقفة في مكاني، ولا عمري هقدر ان انا اتغير. لكن انا سمعت لنفسي، سمعت للاحساس الداخلي ليا. انا مصدقة نفسي وواثقة في نفسي جدا. لازم اعمل الحاجة اللي تريحني انا مش اللي تريح الناس. الناس عمر ما في حاجة بتريحها مهما حاولتي. مهما جيتي على نفسك علشان تسعدي اللي حواليكي او ان انتي تريحيهم علشان تحسي ان هما بيحبوكي، مش هتوصلي للاحساس ده. لازم تحبي نفسك الاول علشان اللي حواليكي يحبوكي.
لازم تقدري نفسك وتحترمي نفسك الاول عشان اللي حواليكي يقدروكي ويحترموكي. لكن طول ما انت بتفكري ان انت قليله هتفضلي قليله، هتفضلي واقفه في مكانك محلك سر، مش هتتغيري ومش هتتقدمي ابدا. حقيقي التغيير بيبدأ بخطوة، مفيش حاجة هتتغير بين يوم وليلة، بس كل مرة تختاري نفسك فيها بتقويكي، كل مرة تقولي لأ للي بيأذيكي بتكبري، وكل مرة بتبصي في المراية وتحبي اللي قدامك حتى لو تعبانة بتتعافي. محدش هيجي يحبك زي ما انتي محتاجة، وحتى لو جه الحب الحقيقي مش هيبان إلا لما تحبي نفسك الأول. ساعتها بس هتقدري تفتحي قلبك من غير ما تتعلقي، وتدي من غير ما تضيعي. على فكرة أنا مبسوطة جدا إن انتي سمعتي معايا لحد هنا، وده في حد ذاته دليل إنك مستعدة تبدأي ومستعدة تحبي نفسك، مش بس عشان ترتاحي، لأ، لكن عشان تعيشي بجد وتعيشي بسلام. لو الحلقة دي لمست قلبك ابعتيها لحد بتحبيه، وابعتيلي دايما لو حبيتي تشاركي تجربتك أو سؤالك، لأننا كلنا بنتعلم من بعض وبنتعافى من بعض. خلصت حلقتنا للنهاردة، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم مني كل جديد أول بأول. ولو الحلقة ما عجبتكيش عادي خالص، ما تعمليش أي حاجة. شكرا ليكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.